دي بقى يا جماعة آخر حاجة في اليوم. خلاص نحط البلازما بقى دلوقتي. شوف بقى هتوجع ولا مش هتوجع. خد نفس. وحاليا أنا في اليوم العاشر والأخير. خلاص بدأت القشرة تطلع عندي، سواء في شعري حتى كمان قدام قرتي كمان. بدأت الدنيا تبقى طبيعية، عينيا إلى حد ما بدأت ترجع طبيعية. بدأت الدنيا خلاص في اليوم العاشر بالتحديد فعلا. يعني هم قالوا 10 أيام وهم فعلا 10 أيام. وأنا النهاردة في اليوم العاشر. خلينا نشوف النهاردة هروح بقى أشوف إيه اللي هيحصل في اليوم العاشر، وهل في حاجات أنا هعملها. أبدأ بقى أحط إيدي على شعري ولا لسه ممنوع. هبدأ ازاي اغسل شعري، كل حاجة اقول لكم على التفاصيل من اليوم العاشر. وتجربتي هكون معاكم لحد ما شعري يطلع، حتى لو خدت سنة تاني. كل يوم بقول لكم ايه اللي بيحصل، الدنيا ايه اللي حصل فيها. لان هي شهادة لازم هتقال في حق المكان ده. طالما لو الموضوع نجح ان شاء الله، يبقى ملهاش لازمه سفريه، ملهاش لازمه نروح تركيا، ملهاش لازمه نروح اي حته. مكان عندنا هنا في كل حاجه، وزي تركيا ان شاء الله احلى من تركيا. كمان وصلت دلوقتي العياده تشينج مي. دلوقتي انا موجود، ده اليوم العاشر. طبعا بدات خلاص تقشر. هاخد دلوقتي هيسحبوا دم دلوقتي مني، وبعد كده نعمل بلازما يحقنوها. بس قبل ما اعملها هغسل شعري بقى واشيل القشره دي كلها بطريقه معينه. بعد كده بقى هقول لكم هنعمل بلازما، واقول لكم بقى على الستبس اللي جايه على مدار بقى الشهور اللي جايه. بس دي كده الخطوات اول 10 ايام. زي ما شايفين القشره خلاص يعني شويه وهتبدا تشيل برضه بطريقه معينه كده، عشان نشوف ايه اللي هيحصل. واقول لكم تستحق مصر ولا تركيا. خلينا نشوف مع بعض. كمان تشينج يا جماعه ممكن نعمل الزراعه دي بطريقتين. حتى الطريقتين دول موجودين برضه في تركيا، اللي هي دي اتش اي وقلم سفير. وهشرح لكم بقى الاثنين والفرق بين القلم ده والتقنيه. خلينا نشوف بقى نعمل ايه مع بعض خطوه بخطوه في القلم. زي ما انتم شايفين دي مرحله الغسيل بقى. شفتوا بقى الجروح والحاجات الدم اللي كان موجود او اللي لسه موجود، ده كله بيتشال بقى دلوقتي، وترجع بقى ايه راسي طبيعيه زي ما كانت. دي مرحله الغسيل اهيت، وهناخدها خطوه بخطوه. وكل بقى الشعر نبدا بقى نغسل عادي شعرنا عادي طول الفتره دي. وهيبدا بقى شعر يقع مع الوقت. الشعر مزروع طبعا هيبدا يقع، وبعد 3 شهور تقريبا يبدا بقى ايه الدنيا تبدا تظبط. زي ما انتم شايفين بنغسل الفتره دي بجونسون. وزي ما انتم شايفين غسلت خلاص تشينج بي. غسلنا كل حاجة، راحت الجروح، راحت الدم اللي كان متجلط ده، وراحت كل حاجة. طبعا بقى الحتة المزروعة دي بقى خلاص هتبدأ بقى تطلع وتقع، تطلع وتقع، لحد بقى بعد الشهر التالت تبدأ بقى تبان النتيجة فعليا. خلينا نشوف التجربة وأنا معاك أهو خطوة بخطوة. ده اليوم العاشر من زراعة شعر أهو. كله الجناب اهيت، جنبين، كله زي الفل. خلينا نشوف ان شاء الله كله زي الفل. دي بقى يا جماعه اخر حاجه في اليوم. خلاص نحط البلازما بقى دلوقتي. شوف بقى هتوجع ولا مش هتوجع. خد نفس. زي ما شايفين دي يا جماعه كده. دي اول حقنه خلصت. دي اول حقنه. هي كام حقنه؟ 4. 4 حقن. بنوزعهم على المنطقة كلها مزروعة. طب ايه اهميه البلازما بقى؟ هي بتقوي الصيلات بتاعت الشعر. اوكي تمام. 20 خطوه بخطوه معايا. ليه انا اخترت تشينج مي؟ لان هو موجود في مصر، عندهم كل الامكانيات اللي ممكن تتخيلوها زي اللي موجوده في تركيا واحسن من تركيا. عايز تعملها بطريقه الدي اتش اي متاحه، عايز تعملها بقلم سفير متاح، اي طريقه انت عايز تعملها موجوده. فعليا انا مش محتاج اروح تركيا، عندي الدكاتره موجوده على كفاءه عاليه جدا، المركز نظيف جدا محترم جدا، ناس بيعملوك احلى معامله. واهم من كل ده، انت لما تروح دلوقتي تشينج مي هتاخد خصم 15% على كود الخاص اللي هقول لكم عليه دلوقتي، وهو بي ام 15. اول ما تروح المركز تقولوا بي ام 15 تاخدوا خصم 15%. واقول لكم يوم بيوم اللي حصل في شعري لحد ما شعري يطلع